تم تدشين قائمة عنوانها أو شعارها في حب مصر. القائمة دي أعتقد أنها كانت أول إعلان عن الانطلاق في ماراثون الانتخابات البرلمانية، واحنا شايفين سيادة اللواء سامح سيف اليزل وهو بيتكلم أو بيفتح المؤتمر الصحفي، وفاجئنا بأنه حواليه عدد من الشخصيات الوطنية المحترمة، وبعضهم وجوه جديدة، ومعظمهم إن لم يكن كلهم بتتوفر فيهم النزاهة وحسن السمعة والكفاءة، وتتنوع بينهم الاتجاهات. القايمة فيها تمثيل زي ما قال اللواء سامح سيف اليزل حقيقي لشباب مصر المؤهل، وفيها أصحاب خبرات قادرين على العطاء، وفيها المرأة اللي هو بيسميها يمكن على الشاشة كان محمود بدر. والمفاجأة كانت مع الوزير طاهر أبو زيد أو الكابتن طاهر أبو زيد زي ما انتم عارفين، وزير الرياضة السابق. وطبعا برضو تم تقديم القايمة، وده الدكتور عماد جاد واحد برضو من العناصر اللي موجودة في القايمة. القايمة أيضا بتضم عمال وفلاحين اللي بيعتبروا الأساس أو القاعدة اللي بتقوم عليها الوطن، وده الدكتور أحمد سعيد وكيل النادي الأهلي الحالي. وفيها أيضا عدد أو عناصر من أصحاب الاحتياجات الخاصة بالخارج. تم التأكيد على أن القايمة بتعبر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وبتضم بعض العناصر منها تيارات اليسار المعتدل والليبرالية. مهم اللي هو سامح سيف اليزل قال ان قائمته جاهزه بنسبه 70%، ويمكن ده قدامنا على الشاشه الاستاذ محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، واظنه معانا كمان دلوقتي على الشاشه ضمن القائمه ايضا الدكتور حازم عبد العظيم او موجود قدامنا. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. النهارده كان في مفاجاه ان تعلن قائمه، ويقول اللي هو سامح سيف اليزل ان القائمه اكتملت بنسبة 70%. هل ده معناه ان قائمة الدكتور كمال الجنزوري طوي ملفها وبدأتوا او شرعتوا في انكم تعملوا قائمة تانية مختلفة؟ طبعا باكد على كلام حضرتك في الاول ان الدكتور كمال الجنزوري قامة وطنية عظيمة جدا، وكان ليه دور كبير جدا نابع من احساس وطني انه يجمع القوى المدنية عشان يخوض انتخابات على القوائم 120 كرسي. للاسف محاولته لم تكتمل. بدأنا احنا نفكر ان احنا نكمل الطريق زي ما النهارده اللي هو سامح قال ان احنا نجمع القوى الوطنيه ونجمع اصحاب الخبرات ونجمع الناس اللي ممكن تفيد البرلمان القادم تشريعيا وداخل اللجان، وتقدر تدي نموذج محترم للبرلمان القادم، وتقدر تكون سند للرئيس وسند الدوله المصريه في بناء مصر الجديده. يعني كان النهارده الاعلان عن محاولات قمنا بيها واجتماعات كثيره، ومحاوله تجميع رموز وطنيه على مستوى ال 27 محافظه على مستوى 20 كرسي. انتهينا من 70% من القائمة الوطنية. اجتمعنا على مدار الأيام السابقة واخترنا اسم القائمة في حب مصر، وهي قائمة لا تقوم على المخصصة ولا تقوم على الاستقطاب ولا تقوم على التمييز لأي الأحزاب، هي فقط قائمة تضم شخصيات وطنية جميعها تحب مصر. طب النهارده اللي هو سامح أعلن في المؤتمر إنه 70% القائمة دي اكتملت، ولا اكتملت بنسبة أكبر من كده؟ لا، هو 70% وباقي 30%، واحنا زي النهارده ما اتقال في بيان مستعدين للتشاور والتحاور مع كل القامات الوطنيه وكل الاحزاب وكل التيارات والحركات عشان ينضموا الينا، ان احنا في الاخر هدفنا قائمه وطنيه تعبر عن الشعب المصري زي ما ظهر النهارده من خلال المنصه بوجود ممثلين للشباب وممثلين للمراه وممثلين يعني الطرق الصوفيه والاشراف والتيار الليبرالي واليساري والمعتدل. فاحنا نامل يكون هذا الخليط موجود تمثيل للشعب المصري. طب امتى هيتم الاعلان عن القائمه كامله؟ خلال ايام ان شاء الله تنتهي 30% الباقين، ويتم الاعلان بوجود ال 120 مرشح في مؤتمر صحفي اخر. طب في مين من الشخصيات اللي ما شفناهاش النهارده ممكن نقول عنها موجوده في القائمه؟ دكتور رفعت السعيد موجود واعتذر النهارده لاسباب صحيه. مصطفى الجندي موجود. مصطفى الجندي المفروض انه بيعمل قائمه منفصله. لا، هو من ضمن القائمه برضه اعتذر لظروف سفره للخارج. في بعض الشخصيات برضه اللي هتعلن عنها ان شاء الله خلال الايام القادمه باذن الله. يعني زي مين مثلا؟ مين الاسماء اللي ممكن يعني الراي العام متلهف ان يعرف بعض الاسماء الجديده؟ يعني خلينا نقول احنا يعني حاطين قواعد داخل القائمه ان في متحدث رسمي وفي ناس
مختصه بالاعلان عن الاسماء والتحول معها، في ناس مختصه بالبرنامج، وفي ناس مختصه بالاعداد بالتنسيق بين الفردي والقائمه. فانا احب اتكلم في تخصصي. فيعني اقول لحضرتك يعني القايمه هيبقى لها برنامج منفصل تماما؟ طبعا هيكون ليها خطوط حضرتك تتكلم فيها، عايزين نعمل ايه في طب القادم. هل الشخصيات الحزبيه هتحتفظ بصفاتها الحزبيه؟ يعني نعرف مثلا الدكتور رفعت السعيد حزب التجمع، كابتن طاهر ابو زيد حزب الوفد. طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك، هو القائمه مش لم يتم اختيارها بناء على الصفه الحزبيه او على المحافظه او على التمييز، تم اختيار شخصيات وطنيه ايا يعني كان انتمائها بقى لاحزاب او حركات او شخصيات مستقله، ولكن تم اختيار الاشخاص بعنايه فائقه جدا عشان هي واضح ان فيها تمثيل لعدد من الاحزاب. يعني مثلا الدكتور عماد جاد حزب المصريين الاحرار، في الوفد، في التجمع، في التجمع هيكل الوزير وفد، يعني عندها طبعا عدد كبير جدا من الاحزاب ممثله في القائمه. بس الحركه الوطنيه مش موجوده او ما فيش تمثيل. ما كانش برضه الاختيار بناء على الاحزاب، ولكن بناء على الشخصيات الوطنيه اصحاب الخبره واصحاب الكفاءه. طب يعني يمكن في سؤال بعض الناس بدات تقوله بعد المؤتمر على طول، هل هي دي قائمه الدكتور كمال الجنزوري لكن الدكتور كمال الجنزوري انسحب؟ لا علاقه لها بالدكتور كمال الجنزوري اطلاقا. دي قائمه تم التفكير فيها بعد عدم اكتمال قائمه الدكتور كمال الجنزوري، ولكن استعنا بشخصيات اللي كان الدكتور كمال مختارها، لان نفس الفكره هو كان بيقوم على اختيار شخصيات وطنيه صاحبه كفاءه وخبره، فاحنا بالتالي كان نفس الهدف عندنا، فتشابهت الاسماء هنا وهنا. بعض الناس بيقولوا ان القائمه بابتعاد الدكتور كمال الجنزوري او عدم وجود الدكتور كمال الجنزوري ممكن يخلي مجال المنافسه شرسه بين القوائم بينكم وبين القوائم الاخرى، لكن وجوده كان عاطلها تقل عند الناخبين. يعني طبعا الدكتور كمال شخصيه تحظى بشعبيه جارفه في الشارع المصري، ولكن اعتقد ان احنا في القائمه الجديده قدرنا نعبر زي ما قلت لحضرتك مره واثنين عن الشارع المصري بشكل محترم، بوجود كل الفئات من شباب، من عمال، من فلاحين، من الاشراف، الطرق الصوفيه، ذوي الاعاقه، المراه، الكتاب، المفكرين، المثقفين، القامات الحزبيه. قلنا ان احنا نعبر عن الشعب المصري بجميع طوائفه تشكيل شابه تشكيله ال50 كتاب الدستور المصري. مش هسالك عن المعايير اللي استندتوا ليها في الاختيارات، ولا ممكن تقولها؟ يعني زي ما قلت لحضرتك انا قلتها بالفعل، هو الكفاءه والخبره، شباب مؤهل قادر على تمثيل الشباب بشكل مشرف، استاذ محمود بدر الستار الخولي، مراه فاعله في المجتمع، رجال اصحاب الرؤيه الدينيه المعتدله اللي يعني بيحملهم مسؤوليه تجديد الخطاب الديني من خلال البرلمان والتشريعات، ذو احتياجات خاصه زي ما قال النهارده في اللي هو في البيان، بيدوا مثل في التحدي والانتصار على الذات. فاحنا حاطين معايير محدده وثابته بتظهر لما حد تشوف الاسماء اللي موجوده ان شاء الله في ال 120. قائمه في حب مصر، وده سؤالي الاخير، ما تعتبرش مفاجاه ان فجاه تظهر قدامنا قائمه مكتمله الاركان وبالشخصيات وبالاوزان دي رغم الضجيج اللي سمعناه على مدى 3 شهور فاتت؟ لا مش مفاجاه، لان الناس دي عملت في صمت وعملت بدقه شديده وما راعتش اي مصلحه غير مصلحه الوطن، لا مصالح شخصيه ولا مصالح حزبيه ولا ظهور في اعلام ولا مشاورات ومناورات، ولا بصت على حكومه ولا بصت على استحواذ على الحكم، فقط ارادت ان تجمع الشخصيات الوطنيه في قائمه تعبر عن الشعب المصري. محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن واصغر رئيس حزب في العالم تقريبا، بشكرك الف شكر. طبعا انا في تقديري انها مفاجاه، وخاصه ان القائمه كمان بالرموز والاسماء اللي اعلنت واضح انها مدروسه بعنايه شديده جدا، وواضح كمان ان بينهم وبين بعض انسجام شديد، وحتى بعض الاسماء اللي اعلنت او اللي قالها محمد بدران دلوقتي فيها ايضا مفاجاه. يعني مصطفى جندي كان المفروض انه بيسعى او ماشي في طريق اخر اللي هو تيار 25-30 زي ما كان بيحب يسميه، لكن عموما هي مفاجأة سارة وسعيدة، ونكرر ونؤكد التقدير لجهد الدكتور كمال الجنزوري اللي وجوده اعتقد انه كان مهم جدا في الساحة في الفترة الماضية، وبنتمنى له الصحة والعافية والتوفيق دائما، ودايما اعتقد ان كل الاطراف مفروض انها تستفيد من خبراته.